كيفكن؟ شو أخباركن؟ اشتقت لكم كتير، ما اشتقتولي؟ اليوم في عنا فيديو جديد. الفيديو هو عبارة عن تجهيز شنطة السفر. لوين بدي روح؟ اي والله حبايبي، فحبيت اني اعملكن هذا الفيديو واشارك معكم هذا الفيديو. حبيت اني اجهز تيابي اي والله معكم، فخليكن معي ولا تنسوا تحطولي لايك واشتراك وكومنتات حلوة مثلكن حلوة. وهلأ بنقول ليتس جو. اول شي حبايبي انا جهزت شنطة المكياج حبايبي، حطيتها كلها بشنطة اي والله. فانا مجهزة من قبل شنطة المكياج، بس هلا رح اجهز معكم شنطة السفر اي والله التياب. فاي والله حبايبي وهيك. اول شي رح اخذ معي هاي الكنزة حبايبي، لسه جديدة ماني لابستها ولا مرة. والله بدي البسها عند اهلي اول لبسة. وهذا البنطلون حبايبي لابسة بس مرة واحدة اي والله. هيك يعني لوازم، يعني كل شي بيلزم حبايبي. وهذا الكنزة حبايبي، فقلت انه حضر حالي. ما قلت لكم حبايبي رح روح لعند اهلي اي والله، فما بعرف كم يوم رح ضل هنيك حسب الجو اي والله. وهاي الجاكيت حبايبي بنت حماية اشترت لي، ساعات خشقونير هديتها يا بنات. فأكيد الجو هنيك بارد حبايبي، وهلا الجو عم يروح على الشتاء حبايبي اي والله. وهاي كمان بنت حماية اشترت لي حبايبي اي والله، هاي كمان هديتها. وكمان رح شارك معكم حبايبي، رح روح على محل الفساتين، اذا خلوني اصور بصور لكم، واذا ما خلوني بيجي على البيت بعمل لكم هيك كم لقطة لتشوفوا الفستان، لانه في عنا عرس اي والله، عرس ابن عمي. فاي والله حبايبي عم نجهز حالنا كمان مشان العرس والفساتين اي والله. وهذا كمان حبايبي ما فرجيتكم، هذا التنورة هيك حلوة كتير موديلها. وهذا الفستان حبايبي، هاد كمان رح اخده معي، بيلزمني نعمل هنيك عند اهلي فيديوهات، بنطلع مشاوير. ورح اخذ معي هاي الكنزة كمان حبايبي، تحتها بتنلبس هاد على لونها اي والله. هاي الكنزة كتير بحبها حبايبي، اللون والموديل اي والله، خفيفة كمان. وراح اخذ معي هاي الشنطة حبايبي، بكفي. ما بحب انه اتقل على حالي كتير اغراض، ما بعرف بجوز اني اضل هنيك كم يوم او اسبوع، وجوزي كمان يجي على البيت لانه في عنده شغل هو، فرح نروح سوا حبايبي اي والله. وهو رح يرجع على البيت لانه في عنده شغل، وانا رح ضل عند اهلي، فما بعرف كم يوم رح ضل اي والله. من الباقي يا حبايبي حطيتهم بالشنطة الصغيرة اي والله، والمكياج كمان ضبطتهم ورتبتهم وحطيتهم بالشنطة. وهذا البنطلون لكمال حبايبي، انا جهزت اغراض كمال حبايبي بشنطة تانية،
فضل هاد ما كان في محل راح احطله بشنطتي. حبايبي جهزت الشنطة معنا. فرشايتي، اي والله فرشاية الأسنان عندي على الكهرباء فما بستغني منها، بينظف أسناني كتير كويس. رح احطهم بالكيس وكمان رح احطهم بالشنطة. اي والله حبايبي، وهيك صارت الشنطة جاهزة حبايبي. بتمنى عجبكن هذا الفيديو، وانتظروني بالفيديو الثاني بعد هذا الفيديو. لقائي بأهلي، فلا تروحوا على حالكم أي فيديو لأنه رح صور لكم كتير اشياء هنيك عند أهلي. رح نطبخ سوا، رح نروح على حديقة تبع بيت أهلي. اي والله، فرح تكون أيام حلوة، فرح نقضي أيام حلوة كتير مع بعض هنيك حبايبي. يا ريت انتو كمان كنتوا معنا، كنا انبسطنا أكتر. اي والله، فإن شاء الله تضلوا دائما بخير وسلامة. وقبل ما نختم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك وكومنتات حلوة مثلكن حلوة. وهلا بنقول باي. وهون حبايبي عم نروح مشان اشتري فستان. اي والله، فخليكن معي حبايبي شوفوا فستاني لعرس ابن عمي. فاشتريت كذا اغراض حبايبي، فما قدرت انه اصور. هلا برجع على البيت وبتشوفوا كمان فستاني.